بيبدأ الفيلم بشباب كتير في حفلة تنكرية، وفجأة بيظهر شاب من وسطهم وبنشوفه داخل أوضة، ويتفاجئ بوجود بنت غير اللي كان جاي يقابلها، وبترش في وشه برفان لأنها بتكون خايفة منه. وبنشوفها بتزعقله وتقوله إنه آخد مقلب في نفسه، وإنها مش زي بقية البنات اللي يعرفها. وبيعدي 10 سنين وبنلاقيهم أصبحوا أصدقاء مقربين جدا، ومش بيروحوا أي مكان من غير بعض، لدرجة إنهم عارفين إيه الأكل المفضل لكل واحد فيهم. ده غير إنه بيحكي لها كل تفصيلة عن علاقته بأي بنت جديدة بيعرفها. وبنشوفه مع هنا بيختار هدية للجوازة السادسة لباباه، وبيتحايل عليها تيجي معاه الفرح، لكنها بتتريق عليه وتقوله خد بنت من اللي بتتسلى بيهم معاك. وفي النهاية بتوافق إنها تروح معاه الفرح. ولما بيوصلوا بيسألوا باباه عن هنا، وبيقولوا لو ما قررتش تتجوزها بسرعة هسبقك أنا. وبنشوف توم قاعد مع هنا وبتسأله قلت لباباك إنك بتحبه؟ فبيقول لها قلت له إنه يهمني أمره. فبتسخر منه وتقول له حتى باباك رافض تقول له الكلمة دي. وبنفهم إنه ما بيعرفش يقول لحد كلمة بحبك، لأنه طول الوقت بيتسلى بالبنات وبيضحك عليهم. وبتقطع كلامهم مرات باباه العجوز واللي بنلاقيها بنت صغيرة في السن، وبتنادي لتوم بابني العزيز وبتحضنه وتقول له إن لو عنده أي مشكلة ممكن يرجع لها زي ما بيرجع لباباه. وبتغير هنا عليه وبنشوفها بتخبطه في رجله. وفجأة بيطلب توم من هنا إنها تخبيه لأنه شاف مديرة أعمال والده اللي مهووسة بيه، وفي نفس الوقت هو مش بيحبها. وبياخد هانا ويرقص معاها، ولما بتجيله البنت المعجبة بيعرفها على هانا ويقول لها انهم مرتبطين، فبتزعل وتمشي. وفي الوقت ده بنلاحظ حبه في عيون هانا اللي بتحاول تخبي مشاعرها ناحيته، وتعامله كصديق مقرب لانها عارفة انه زير نساء واستحالة هيكون جد في علاقته بيها. وبعد الفرح بتعرفه انها هتسافر خلال يومين علشان عندها شغل، فبيسألها عن المدة اللي هتقضيها بعيد عنه، فبتقوله انهم 6 أسابيع. ولما بتكون في الطيارة بنشوفها بتفكر فيه وبتبص على صورتها معاه في التليفون. وبعد أيام بنشوفه هو بيحاول يصاحب حد غير هانا علشان يملى الفراغ اللي سابتهوله. وأول بنت بياخدها معاه على نفس المحل اللي كان بيروحوا مع هانا بتزهق ومش بيعجبها ذوقه. ولما بيصاحب بنت تانية ويسألها ايه الكيك المفضل ليه ما بتعرفش تجاوبه، وبيبدأ يحس ان في حاجة ناقصاه. وبيحاول كتير يكلمها بس ما بيقدرش يوصلها لأن شبكة التليفون بتكون مش مظبوطة. وبنشوفه هو قاعد في نفس المكان اللي كانوا بيروحوه سوا لكنه بيحس بالوحدة وبيمشي. وفي طريقه بيطلب منه زوجين كبار في السن إنه يساعدهم ويفكلهم القارب من على الشط. وبنشوف في نظراته ليهم إعجاب وكأنه كان بيتمنى وجودها علشان يعرفها إنه بيحبها. وبنشوفه هو بيحكي لأصحابه الشباب نفس الكلام إنه من غير هانا في حاجة ناقصاه. وبيقول لهم أول ما ترجع من السفر هيطلبها للجواز. وأخيرا بتوصل هانا وبتسيب له رسالة بالمكان والميعاد اللي عايزة تقابله فيهم. ووقتها بيكون محتار يلبس ايه علشان هيكون يوم مميز وهو بيطلبها للجواز. ومش بس كده، ده بيشتري لها ورد كمان. واول ما بيشوفها ويلاقيها معاها شخص ما يعرفهوش بيتوتر، وبيخبط في الويتر وبيقع وبوكيه الورد بيبوظ. ووقتها من احراجه بينكر ان البوكيه بتاعه. وبتاخده علشان تعرفه على كولين اللي انقذها لما عربيتها كانت عطلانه في وسط قطيع من البقر. وبيكمل كولين كلامها ويقول ان لما قررت ترجع بلدها تاني مقدرش يستغنى عنها، وقرر يصرحها بحبه ويرجع معاها. طبعا كل ده وتوم متضايق جدا من جواه، لكن فات اوان انه يتكلم. ومش بس كده، ده كمان بيعرف انهم قرروا يتجوزوا خلال اسبوعين. والمضحك ان هانا بتطلب منه يبقى وصيفة العروسة بحكم انهم انتيم، فبيتفاجئ توم وبيخبط في الويتر لتاني مرة وبيقع على الارض. وبنشوف صاحبه بيضحك عليه علشان اللي طلبته هانا منه، وبيكون توم زعلان ومتردد. فبيفهمه صاحبه انه لما يلعب دور وصيفة العروسة هيكون قريب منها اكتر، وهيقضي معظم الوقت معاها، وممكن بسهولة يخليها تاخد بالها انه بيحبها وتصرف نظرها عن الجواز من كولين. وبنشوفه مع هانا وبتشكره على انه وافق يكون وصيفتها، وبتعرفه على وصفات العروسة الباقيين، واللي بتكون من ضمنهم ميليسا اللي كان بيتسلى بيها، واللي بترفض تسلم عليه لانها كانت بتحبه جدا وهو غدر بيها. وبيتجمعوا سوا علشان يرتبوا لحفلة الجواز، وبيكتشفوا ان توم ما يعرفش اي حاجة عن دور وصيفة الشرف. وبتتريق عليه ميليسا، وبتطلب منه هانا انه يخرج هو واصحابه الشباب مع كولين علشان تقوى علاقتهم ببعض ويبقى صديق لتوم ولاصحابه. وبنشوفه معاهم في ملعب كرة السلة وما بيكونش عنده اي فكرة عنها، وبيقول لهم انها في اسكتلندا مجرد لعبة نسائية. وبيفضلوا يتريقوا عليه طول الوقت وفي النهاية بيندمج معاهم في اللعب. وتوم بيكون متضايق جدا من وجوده. وتاني يوم بيوصلهم توم للمطار وبيسافر كولين وتودعوا هانا، وترجع مع توم علشان يروحوا الكنيسة ويكتبوا عهود الجواز. وبتشكره هانا على وجوده معاها، فبيحاول يوقع بينها وبين كولين ويسألها ليه ما استناش لغاية ما يجي معاك الكنيسة، فبتقوله انه المفروض يسافر علشان ياخد رأي عيلته الملكية في جوازنا. ووقتها بيتجنن توم اكتر من الاول لما بيعرف انه مش مجرد راجل غني وخلاص، لا وكمان من عيلة ملكية.
ولما بيشوفهم رجل الدين بيفكر توم هو العريس، لكن هانا بتعرفه إنه وظيفتها. وبنشوف راجل الدين بيسألها عن أكتر حاجة عجبها في كولين وليه عايزة تتجوزه، بس هانا مش بيكون عندها رد. ولما بيسألها رجل الدين اتقابلوا فين أول مرة، بيرد توم ويحكي ازاي قابل هانا وفين أول مرة. وبتتفاجئ هانا إنه لسه فاكر بعد كل السنين دي، وكمان بيعرف رجل الدين ايه العقود اللي هتتكتب لهانا. وبيقرر يعمل حفلة العزوبية عنده في بيته، وبنشوفه وهو بيجهز للحفلة هو وصحابه. ولما بتبدأ الحفلة بيبدأ يشغل لهانا مزيكا اسكتلندية علشان عارف إنها مش هتحبها، وبيقدم لها أكلة جديدة ولكنها مش بتعجبها خالص، فبيقول لها إن كولين هو اللي موصي عليها. وأول ما بتوصل شارو اللي المفروض هتقدم فقرة ترفيهية للعروسة وصحابها بتبوظ الحفلة، لأن بيتضح لهانا إنها سيلر وجاية تبيع المنتجات بتاعتها للبنات. وبتنجح ميليسا في إنها توقع بين توم وهانا لأن دي كانت فكرتها. وبنشوف هانا زعلانة وبتقول لتوم إنها غلطانة علشان اختارت الشخص الغير مؤمن بالجواز، وبتسيبه وبتمشي. وبيحكي لأصحابه عن اللي حصل وبيقرروا يساعدوه ويجيبوا له سيديهات ومجلات عليها شرح ازاي يبقى وظيفة محترفة. وبيبدأ يذاكر توم الدور بتاعه كويس جدا، وبنشوف أصحابه بيسألوه عن اللي ذاكره وبيراجعوا معاه اهتمامات دور الوظيفة. ولما بينزل يشتري بقية مستلزمات الفرح مع هانا بتنبهر بيه وباللي بيعمله. وبعد ما بيخلصوا بتعرفوا ان ده آخر يوم ليها في أمريكا، وإنها هتستقر مع توم في اسكتلندا، وبتودعه وبتمشي. وبنشوف توم بيحكي لباباه عن مشاعره لهانا، ووقتها بينصحه باباه ويقوله دافع عن حبك وما تضيعهاش من ايدك زي ما انا ضيعت مامتك. وبيسافر توم علشان يقدر يرجع هانا ليه من تاني. ولما بيوصل بيحاول يعترف لها بحبه، لكن صحباتها بياخدوها علشان تختار تسريحة الشعر اللي هتعملها في الفرح، واللي بتكون مش عاجبة توم لكنه بيقول لها انها حلوة علشان ما يزعلهاش. وبيجيبوا لهم ملابس تنكرية علشان يبدأوا يلعبوا ألعاب قوة، واللي بيكون فيها العريس منافس لتوم، وبيكون لازم العريس يكسب علشان يقدر يتجوز العروسة. وبنعرف ان ده من عادات الجواز عندهم. وبتبدأ اللعبة وبيكسب كولين وبيفوز بقلب هانا. وبالليل بيتجمعوا كلهم على العشاء، وبتقول مامة كولين لهانا انه اصطاد الغزال ده مخصوص علشانها. وبالرغم من ان هانا النباتية بتكمل اكل عادي وبتشكر كولين على الاكل. ولما بيقدموا الكيك بتفرح هانا ان الكيك اللي بتحبه موجود، وبتاكل من طبق كولين زي ما كانت بتعمل مع توم. ولكن كولين بيرفض اللي بتعمله وبيقدم لها قطعة صغيرة خالص في طبقها. وبيحاول توم يتكلم معاها للمرة التانية ويعترف لها بحبه، لكنه بيفشل لأن كولين بيقدم فقرة موسيقية لعروسته. وبنشوف مامتها بتديلها ألبوم صورها من وهي طفلة، وبيكون موجود فيه صورة ليها مع توم. وبتقول لها مامتها إن باباها كان معتقد إنها في يوم هتتجوز توم بس طلع غلطان. وبنشوف صاحب توم بيطمن عليه ويكلمه في التليفون ويقوله ما يرجعش غير وهانا معاه. واخيرا بيتكلم معاها لوحدهم وخلاص هيعترف لها بحبه، بس اصحابها بيظهروا فجأة وبياخدوها ويمشوا علشان يعملوا حفلة للعزوبية بالتقاليد الاسكتلندية. وبالليل بتروح هانا لتوم علشان تتكلم معاه، بس بتشوف مليسا عنده في الأوضة فبتزعل وتمشي، وبيجري وراها علشان يفهمها ان في سوء تفاهم، لكن هانا بترفض كلامه ومش بترضى تفتح الباب. ولما بيعترف لها بحبه ويطلب منها ما تتجوزش كولين بتشكك في حبه ليها، وتقوله انه بيقول لها كده علشان يتعود على وجودها في حياته، وبتقوله انها محتاجة شخص يحبها بجد وتقدر تثق فيه. ويوم الفرح الصبح بيمشي توم لانه مش هيقدر يشوفها مع راجل تاني غيره. وبتكون هانا في طريقها للكنيسة علشان مراسم الفرح، بس بتكون مش مبسوطة. وفي نص الطريق بيقرر توم يرجع لهانا، ومش بيلاقي طريقة يوصل بيها للكنيسة غير الحصان، وبيجري بيه بسرعة، ولما بيقرب من الباب بيقع على الأرض. وبتجري عليه هانا وبيعترف لها بحب وصدق مشاعره للمرة التانية، وبتفرح هانا جدا وبتصدقه وبتعتذر لكولين وترجعله الخاتم بتاعه، لكن كولين بيضرب توم وبيفقدوا الوعي. وأخيرا بنشوفهم سوا وبيرجعوا أمريكا وبيعلنوا جوازهم.